تفتكر لو فجأة لقيت نفسك بتهرب من الموت عشان تتوه في صحراء وتهرب برضه من الموت عشان تدخل في رحلة موت جديدة، وبعد ما توصل لمكان تفتكر ان رجع لك الامل مرة تانية، تقابل ناس يخلوك تتمنى انك تموت. بدر بطل من ابطال قصتنا وصاحبه شادي راجعين من الدرس بتاعهم رايحين بيوتهم، شباب في العشرينات. بدر كان ولد معجون بمن شياطين، رغم ان هو كان من اسره ملتزمه جدا، ولكن ما كانش بيسمع لحد ولا كان بيسمع كلام حد، وكان له وجهه نظر تانية في الحياه، ان الطيب في الزمن ده ما ينفعش، وان اللي عاوز يعمل حاجه يعملها غصب عن اي حد، وانه يقدر يخلص كل حاجه بالفهلوه. وراجع هو وصاحبه شادي، واثناء ما هم راجعين هيقابلوا شويه مواقف هتغير حياتهم للابد. لقيوا كولدير في الشارع معمول من اصحاب الصداقات، شربوا وغسلوا ايديهم وتقريبا استحموا، وقعدوا يهزروا ويرشوا على بعض ميه من الكولدير، وراحوا راميين كوبايه الكولدير في الارض، وسابوا الحنفيه مفتوحه وطلعوا يجروا. بدر خد باله ان في شخص بيبص عليهم، لابس عبايه ومغطي راسه ومش باين ملامحه، مش عارفين مين ده. بدر تجاهل وكبر دماغه وكمل. بدر حاول يقول لصاحبه شادي على الراجل ده، ولكن بيبص تاني عليه لا اختفى. كمل بدر وصاحبه وهم ماشيين عدوا على راجل كبير في السن قاعد في الشارع وعمال يعيط، وجنبه رمله واسمنت وطوب، وفي حيطه كده في بيت جنبه حيطه مكسوره ومش عارفين في ايه. اول ما شافهم الراجل الكبير قام يترجاهم انهم يساعدوه، وقال لهم انه مش معاه حد يساعده ينقل الرمله والطوب لجوه بيته، عشان الحيطه بتاعته وقعت والليل بيقرب، بيته مفتوح على الشارع وخايف يدخل على اهل بيته، وعشان عامل تعطيل للمرور في الشارع كمان. رد عليه بدر: طب ما تشوف لك حد ينقل لك الرمله والطوب يا عم الحاج. الراجل قال له انه لا معاه فلوس يدفع لحد ولا لاقي حد يساعده، وصحته على قده. قام بدر عشان يخلع حب يستظرف شويه، قال له: ماشي يا حاج، اصبر اشوف لك حد. وعمل نفسه يطلع التليفون من جيبه وغمز لصاحبه، وبداوا يضحكوا ويمشوا خالص. وهو ماشي المحفظه بتاعته وقعت. كمل بدر وشادي وهم ماشيين لحد ما لقيوا بنتين واقفين كده عند نص الشارع، واقفين عمالين يتصوروا ويهزروا وياخدوا سيلفي وباين من شكلهم انهم مش تمام. دخل بدر وصاحبه يكراشوا عليهم بحجه انهم يصوروهم والشغل ده، وتهريج وهزار وضحك، لحد ما خدوا ارقام وحسابات بعض على السوشيال ميديا. وبعد ما مشيوا بدر تراهن مع صاحبه انه هيبعت له صورهم على الخاص، وان اللي هيعمله ده عمله كتير قبل كده، وكان فخور قدامه ان تليفونه مليان صور بنات. قال يتحدى معاه، وخدوا بعضهم وكملوا. وما يعرفش المسكين بدر نتيجه اللي هيعمله ده هتكون نتيجته عامله ازاي وهيتعرض لايه، هتعرفوا لما نكمل قصتنا. وهما ماشيين يظهر الاخ الصغير لشادي صديق بدر، وهو جاي متنرفز ومتعصب بيكلم اخوه شادي، وبيقول له: انت خدت تليفوني ليه؟ فشادي بيرد عليه وبيقول له: عادي انا خدت تليفونك، تليفوني فيه مشكله وبعته يتصلح وخدت تليفونك شويه، عادي يعني اخوك كبير ما فيهاش حاجه. اخوه الصغير يزعق معاه ويطلب منه انه ما يقربش من حاجته تاني، عشان يتدخل بدر يدافع عن صاحبه شادي، وبيقول لاخوه الصغير: انت بتكلمه كده ليه؟ فالولد زعق لبدر وبيقول له: انت مالك؟ انت بتتدخل ليه؟ راح بدر مسخن شادي على اخوه وقال له: على فكره يا صاحبي انا كده اتهزقت قدامك. قام شادي ضارب اخوه بالقلم وقعه على الارض، وزعق فيه وقام قال له: ادي التليفون اللي مزعلك. وقام حادف التليفون على الارض كسره. قام اخوه يبكي ولما اجزاء التليفون ومشي، وشادي قال لبدر انه هيروح وراه عشان يلحقه قبل ما يشتكي لباباه ومامته من اللي حصل، وما يعرفش انه ما كسرش التليفون بس كسر في الولد ده حاجه كبيره جدا انا اعرفها في الاخر. بدر وصل دخل بيته لقى والده قاعد منتظره بيتكلم معاه، والده متضايق وحزين، حزين عليه، حزين على المحرمات اللي غرقان فيها. حاول يفهمه ويديله ثقته بنفسه انه اتربى احسن تربيه، وان عيلته عيله كبيره وعلى اخلاق عاليه جدا، وانه بيتمنى يطلع زي جده عزيز. افتكر معايا الاسم ده كويس، جده عزيز اللي كان بطل من ابطال الحرب في 67 ونجا منها بفضل الله. جده عزيز اللي كان محبوب بين الناس وكريم وشهم. بدر ولا كأنه سمع حاجة، وقال له: ماشي يا بابا ربنا يسهل. واخد تليفونه ودخل اوضته يكلم البنات اياهم. وعلى اخر اليوم كان باعت لصاحبه شادي الصور على الخاص. وينام بدر وعلى شباك اوضته في عز الليل تحت ضوء القمر واقف الشخص اللي مغطي راسه بيبص على بدر وهو نايم من الشباك حزين وزعلان من اللي بيعمله. يصحى بدر من نومه وينده على مامته عشان عايز يفطر ويبدا يومه، ولكن مش لاقي اي حد في الشقه. مسك تليفونه وبدا يقلب في التليفون، ولكن التليفون بتاعه عباره عن شاشه سوداء مش عارف فيه ايه. المهم شويه وماشي لقي شاشه ظهرت له على التليفون مكتوب عليها: النفس الضعيفه لها الهلاك. افتكر التليفون هنج ولا جاله فيروس. المهم بيحاول في التليفون ودخل مكتب والده، بيحاول يقلب في التليفون عشان يشغله، التليفون ما بيشتغلش.
افتكر التليفون جراه حاجه بيحاول يفصل ويشغل، مفيش تليفون ما بيستجيبش معاه خالص. فجاه تظهر له شاشه تانية، النفس القويه لها الرضا. بدر قلق وتوتر وليه في حاجه غريبه بتحصل، حاسس ان في حاجه مش مفهومه. بدا يروح على ناحيه الباب بتاع مكتب والده وهيفتح أكرة الباب عشان يخرج، الباب ما بيفتحش. عشان بدر يقلق ويرتبك يقوم يخرج بره المكتب عشان يلاقي خزنة أبوه بتتفتح لوحدها والورق بيطير، ومكتب والده بيتفتح والكتب والكراتين بتقع منها، وبين الكتب والورق وقع مجموعة ورق قديم ملفوف بخيط. بدر بيفتح الورق ليه مكتوب عزيز شريف صادق، الكتيبة الخاصة بالقوات المصرية في حرب وادي اللاطرون سنة 1967. الناجي الوحيد من المعركة اللي استشهد فيها كل زمايله بسبب قنابل الهاون اللي اترمت عليهم في المعركة، وكانت في وسط الأحراش البرية والأعشاب الجافة اللي في وسط الصحراء ونزلت عليهم زي المطر، والوحيد اللي قدر ينجو منها ويجري كان عزيز جد بدر. بدأ الورق يعمل حاجات غريبة، وبدأ يلاقي خيالات بتظهر قدام منه. افتكر مش عارف ده جده عزيز ولا مين، ولكن بدر ما بقاش حاسس ان هو داخل الأوضة، وبدأ يحس ان كل حاجة مكتوبة في الورق بتتكون حواليه وبتتشكل. بدأ بدر تاني يقرأ من الورق. تاني أيام النكسة المصرية، معركة وادي اللاطرون القريبة من غرب القدس المحتلة. الناجي الوحيد من المعركة اللي استشهد فيها جميع زملائي وأصدقائي بالحرق داخل الأحراش البرية الجافة، واللي كانت بسبب قذائف الهون اللي ألقاها العدو علينا أثناء المعركة. أصبت ببعض الحروق في القدم والوجه، ولكن شاء الله عز وجل إنه ينجيني من المعركة دي، وما اتكتبليش فيها الشهادة لأني ما كنتش عارف إنه هيخليني أواجه حرب أخرى أشرس وأصعب. بدر قعد يقرأ ويكمل. اللي كاتبه بيتكلم عنه جده عزيز، ويشوف الحكاية بتظهر قدام منه كأنه بيتفرج على سينما.